اسمح لي سأنتقل بين الأمور الفنية والأمور حتى التحكيمية. كان هناك في اعتراض كبير من جانب لاعبين المنتخب المغربي على الحكم عبد الرحمن الجانب، حتى أن أنا سمعت أنه صار عبد الرحمن الجاسم، حتى أنا سمعت أنه صار في مشادة بينك وبين أشرف حكيمي، وفيما بعد خرج واعتذر رسميا. شو اللي حصل في الممر؟ ممكن نعرف القصة؟ أنا أحب أشرف حكيمي بالطبع، إنه لاعب عظيم، ولقد جاء واعتذر عما بدر منه وكان رائعا. وفي خضم المباراة يمكنك أن تقول أشياء لا ترغب بقولها، كان يهدف لأن يقول شيئا عن الحكم، لكنني أعتقد يجب أن نركز أفضل على الأداء الرائع للمغرب. المغرب لعبت بشكل عظيم كرة قدم عظيمة للغاية، ويجب أن نثني على أداء الفريق المغربي، حكيمي، زياش، كلهم. المدرب مدرب شاب، مدرب رائع، وأن يجعل هذا الفريق يلعب كرة قدم مميزة، دفاع قوي وحارس مرمى رائع. بونو مثلوا قارتين، لأنهم يمثلون العالم العربي ويمثلون قارة أفريقيا، وتأهلوا لنصف النهائي. والبعض كان يقول كان أمرا مفاجئا. هذا مفاجئا، ربما كان مفاجئا، لكن إذا لا تنظر إلى سير اللاعبين وسيرة المدرب وتشاهد بعض مبارياتهم السابقة، وإذا لا تعرف ما يعني الجمهور المغربي، كان اللاعب الثاني عشر للفريق. لا علينا أن نثني على أداء المغرب، ويجب أن نثني على الفريق كله، المشجعين أيضا، مشجعين المغرب الذين كانوا رائعين كذلك. والمغرب أصبحت الفريق الذي يشجعه الجميع بغض النظر عن الجنسية، ولأنهم كانوا يرون المغرب، الفريق كرواتيا كانت ليست بلدا كبيرا، لكنها بلد وصلت النهائي قبل 4 سنوات، وتعرف عن كرواتيا. المغرب أيضا لقد لامست قلوبنا وأثرت قلوبنا وكل العالم. بما قد تكلمنا عن طاري المنتخب المغربي، المغرب قدموا مباريات عظيمة، تصدروا مجموعتهم، أحرجوا الكبار كلهم وكانوا يستحقون ذلك، والدليل وصولهم المركز الرابع على مستوى العالم. المنتخب